خلّيني أقول لك الحقيقة اللي ما حدش بيحب يقولها، النجاح مش سهل، مش سريع، مش بييجي لأي حد، إحنا اتربينا على فيديوهات اشتغل اللي بتحبه عشان تبقى ناجح، فكّر إيجابي وهتبقى غني، اصحى الساعة 5:00 وهتبقى أسطورة، لكن الحقيقة هي إن في ناس بتصحى بدري وبتفشل، وفي ناس بتتعب سنين وما حدش بيشوفها، وفي ناس بتحاول عشرات المرات عقبال أمّا حد يسمع عنها. الفيديو ده مش تحفيزي بالطريقة اللي أنت متعوّد عليها، الفيديو ده عن الحقيقة اللي ما حدش قالها لك عن النجاح. إحنا دلوقتي عايشين في زمن اسمه زمن النتايج السريعة، يعني لمّا بتقلّب على السوشيال تلاقي إن واحد يقول لك حد نجح في 6 شهور، حد بقى مليونير في سنة، حد غيّر حياته كلّها في 30 يوم، لكن الحقيقة أنت بتشوف النتيجة مش بتشوف الرحلة الحقيقية اللي الشخص ده مَر بيها، يعني الحد ده عشان يقدر إن هو يطلّع لك الرحلة في المدة دي، هو عانى كتير قبلها. في كتاب اسمه العادات الذرية لجيمس كلير قال إن النجاح هو نتيجة عادات صغيرة تتكرر يوميا، إن النجاح مش لحظة واحدة، النجاح هو تراكم أفعال صغيرة عبر سنين طويلة، لكن السوشيال ميديا بتخليك تحس إن النجاح هو مجرد قفزة واحدة للشخص ده اللي خلته يوصل للنجاح ده. النجاح هو طريق طويل جدا، كل شخص ناجح في الدنيا مر بمرحلة إن هو عانى في صمت، كان بيعاني وبيتعب لكنه بيعافر في صمت. في كتاب العقلية لكارول دويك بتقول الأشخاص الذين يحققون النجاح لا يرون الفشل كدليل على عدم قدرتهم، بل كجزء من عملية التعلم. يعني الناس الناجحة مش مختلفة عنك، الفرق الوحيد إنهم كملوا لما ما كانش في نتيجة، كملوا لما ما حدش كان مصدقهم، كملوا لأنهم عندهم حلم عايزين يحققوه. الناس بتشوف النجاح النهائي لكنها مش بتشوف سنين التعب. فكرة خطيرة أنت لازم تفهمها، إن الفشل مش عكس النجاح، الفشل هو جزء من رحلة النجاح. في كتاب Think and Grow Rich يقول كل محنة أو فشل يحمل داخله بذرة منفعة مساوية له أو أكبر، يعني كل فشل بيحصل في حياتك في درس أو فرصة مخفية، لكن المشكلة إن أغلب الناس بتقف عند أول فشل، لكن الناجحين هما اللي بيتعلموا من الفشل. في زمن السرعة الصبر بقى شيء نادر، بقى كله عايز نتائج سريعة، فلوس بسرعة، شهرة بسرعة، لكن الحقيقة إن النجاح محتاج وقت طويل جدا. في كتاب قوة العادات لتشارلز دويج التغيير الحقيقي لا يحدث فجأة، بل هو نتيجة عادات صغيرة تتراكم بمرور الوقت. يعني التغيير الكبير في حياتك ممكن يبدأ بعادة صغيرة جدا لكن تأثيرها يبان بعد سنين. يعني مثلا انت فضلت مدة تتفرج على فيديوهات عن المعلومات العامة، هتيجي بعد سنة مثلا عندك حصيلة من المعلومات كبيرة جدا، ونفس الكلام يطبق على أي حاجة بقى، مثلا على المعلومات العامة، على إن أنت عايز تتعلم مهارة، على حاجة وحشة أنت برضو دخلت في إنك تعمل الحاجات المؤدية ليها، فأنت هتبقى آخرها هتوصل للحاجة الوحشة. ممكن إنك كمان تبقى مثلا بتتعلم مهارة معينة بطريقة إن أنت تبقى بتتفرج على كل يوم على فيديو أو بتطبق كل يوم جزء منها، يعني إن أنا دلوقتي تبقى بتطبق كل يوم جزء. مثلا انت دلوقتي بتتعلم تصميم، فهتبدا ان انت كل يوم تعمل لوجو، فهتبدا انت لو بصيت على اللوجو اللي انت عامله النهارده واللوجو اللي انت هتعمله النهارده كمان سنه، فلا هيكون في تطور كبير. فهو ده ان انت بتبني حياتك بعاده، عاده صغيره بتبداها بيوم تكمل معاك لمده سنين، لكنها بتغير تاثير او نهج حياتك. المشكله الحقيقيه يا صديقي مش ان النجاح صعب، المشكله هي ان الناس مستعده تبدا لكن مش مستعده تكمل. كتاب العمل العميق لكال نيوبرت القدرة على التركيز العميق أصبحت مهارة قيمة ونادرة في نفس الوقت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الشخص اللي يقدر يركز ويشتغل في زمن زي ده أو زمن مليان بالمشتتات هيكون عنده ميزة ضخمة، لكن معظم الناس موبايل، سوشيال ميديا، تشتت دائم، فمش قادرين يبذلوا الجهد الحقيقي. خليني أقول لك الحقيقة اللي محدش بيحب يقولها، مش كل الناس هتنجح، دي الحقيقة اللي محدش بيحب يقولها، لأن النجاح محتاج صبر واستمرار وتعب وانضباط.
والحاجات دي مش كل الناس مستعدة تدفع تمنها. السؤال مش عايز تنجح ولا لأ، السؤال هل أنت مستعد تدفع تمن النجاح؟ لأن النجاح له تمن، من تعب لفشل لشك لتأخير في النتائج، لكن في النهاية كل ده بيبني منك النسخة الأقوى. النجاح مش طريق سهل ومش طريق سريع، لكن طريق يستحق وقتك. الحقيقة النجاح مش للأذكى ولا للأوفر حظ، النجاح للشخص اللي قدر يكمل حتى لو الطريق بقى صعب. في النهاية يا صديقي، لو عجبك الفيديو ما تنساش بس تشترك وتشوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات الجاية. دلوقتي الناس عرفت إن النجاح صح. صح يا مين يا عم، صح يا مين يا عم. المشكلة مش إن النجاح صعب، المشكلة هو إن الناس كلها عندها إن عندها إيه؟